رأيكم لو نبطل ان احنا نختار الوظائف لأولادنا في المستقبل؟ بتهزري انت يا ميس مرام؟ بتقولي ايه؟ هقولك، بس في الاول عملتوا لنا متابعه وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربيه اولادكم؟ لو ما عملتوش كده روحوا دلوقتي تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك ميس مرام اسامه، وعلى اليوتيوب عاطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام اسامه، عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربيه اولادكم. كان في مسلسل حلو قوي كان بيشرح الكلام اللي انا بقوله ده، مسلسل بالطو. المسلسل ده في اوله كان بيحكي عن اب طول الوقت كان بيزرع في ابنه ان هو لازم يطلع دكتور، علشان الاب كان نفسه ان هو يطلع دكتور ومعرفش يحقق الحلم ده، فبيحقق احلامه الضايعه في ابنه. وكمان مسلسل الجولة الاخيرة بتاع الفنان احمد السقا، بابا اللي كبت كل هواياته وطموحاته علشان يطلع دكتور زيه. واكيد بنقابل النماذج دي كتير جدا في المجتمع، واكيد كمان مننا بيغلط الغلطة دي. اجيب العاب هندسية لابني علشان يطلع مهندس زيي، اجيب لاولادي لعبة الدكتور علشان بكرة وبعده يطلعوا دكاترة، اقعد اجيب لابني لبس الضابط علشان اغرس فيه الموضوع ده من صغره ويطلع كده لما يكبر. كلها حاجات لا تدل غير على انانية الاهل في ان هم مش عايزين اولادهم يحلموا باي حاجة غير اللي اهاليهم عايزينه. يعني لو انا طفل عايز اطلع رسام، لا 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 انت هتطلع مهندس. لو انا شاطر في الشرح وفي توصيل المعلومة وعايز اطلع مدرس، لا انت هتطلع دكتور. امال مين هياخد اللقب من بعدي؟ ده انت ابني الوحيد، عايز تعصى امري؟ طيب بعيدا بقى عن كل ده، تعالوا نشوف الحاجة دي بتأثر في اولادنا ازاي. اول حاجة بتخلي تقبلي ليه مشروط، وده بيأثر على نفسيته وبيطلع حاسس ان اي حد علشان يتقبله لازم يبقى بشرط. تاني حاجة بضعف تحمله للمسؤولية، يعني لو في يوم من الايام طلع دكتور زي ما انا عايز او مهندس زي ما انا عايز، اي مشكلة هتقابله اول حاجة هيقولها بابا السبب، دي ماما السبب. تالت حاجة هخلي عنده صعوبة في مواجهة المشاكل لان انا اصلا مش متقبل اللي انا بعمله. رابع حاجة بلغي شخصيته، ما بخليش عنده شخصية قوية، ما بخليش عنده قدرة على الاختيار وقدرة على تحمل اعباء اختياره. فانا عشان ابقى فخور بيه بوظته. اولادنا مش عرايس ماريونيت احنا بنلعب بيها، اولادنا ليهم احلام وليهم طموحات وليهم هوايات محتاجين ان هم يحققوها، محتاجين ان هم يخوضوا التجارب ويشوفوا اختياراتهم ديت لايقه عليهم ولا مش لايقه عليهم، اختياراتهم ديت صح ولا مش صح. محتاجين ان هم يقابلوا مشاكل علشان يكتسبوا مهارة حل المشكلات. بلاش بسبب انانيتنا واختياراتنا لاولادنا نعيشهم طول حياتهم في عدم رضا. وقابلكم في كلمتين على السريع معلومة جديدة عن الطفل.